السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال الصف الثالث الإعدادي بريب 3. معكم مستر محمد البخشة في قناة ماس ميرور. زي ما عودناكم كل ترم بننزل بيه المراجعة النهائية لمادة الماس. إن شاء الله الترم الثاني معانا برضو مجهز لكم أقوى مراجعة نهائية لمادة الماس مقسمة على فيديوهين، الجزء الأول خاص بالالجبرا والجزء الثاني خاص بالجيومتري، وهسيب لكم في صندوق الوصف لينك تقدروا تحملوه عشان تتدربوا على الأسئلة الموجودة في المراجعة. وزي ما عودناكم ان شاء الله الامتحان مش هيخرج بره المراجعه بتاعتنا. كونوا مستعدين، يلا بينا نبدا. بنبتدي يا شباب بالالجبرا. اول سؤال معانا if the two equations 2x plus 3y equal 7 and 4x plus ky equal 14 has infinite number of solutions in R cross R then K equal. طيب احنا الجزء دوت قلنا لو انا عندي infinite number of solutions في الحالة دي هيكون ال L1 is coincident مع مين؟ مع ال L2. يعني هيكون الخطين او ال two lines ال L1 وال L2 هما الاتنين متطابقين مع بعض. طب في الحالة ديت كنا بنقول ايه؟ بنقول ان في الحالة دي هيكون كوفيشنت الاكس المفروض يكون ايكوال كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي ايكوال كوفيشنت الواي، حتى الابسوليوت تيرم هيكون ايكوال الابسوليوت تيرم. طب يبقى احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نخلي كوفيشنت الاكس شبه كوفيشنت الاكس. طب نعمل ايه؟ انا عندي هنا 4x اما دي 2x، يبقى ناخد الايكويشن نمبر 1 ملتبلاي باي 2 ملتبلاي باي 2، يبقى 2x هناخدها ملتبلاي 2 تبقى 4x بلس وال3y ملتبلاي 2 هتبقى 6y ايكوال وال7 ملتبلاي 2 هتبقى ايكوال 14. طب في الحاله دي يبقى كوفيشنت الواي ايكوال كوفيشنت الواي، يعني هتبقى الكي ايكوال 6، يبقى نختار لتر بي. Number 2 the number of solutions of the two equations x plus y equal 5 and y minus 5 equal 0 in R cross R. طيب لو انا عندي كوفيشنت الاكس نفس كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي نفس كوفيشنت الواي، في الحاله دي هيكون بارل. طب انا عندي اصلا ما فيش هنا كوفيشنت الاكس، ما فيش اكس، بالتالي ما فيش كوفيشنت. طيب طالما كوفيشنت الاكس هنا موجود ب1 وهنا ما فيش كوفيشنت الاكس، يعني هيكون اسلوب الام 1 نوت ايكوال الاسلوب اللي هو ام ايه 2، يبقى اسلوب الايه الفيرست ايكويشن نوت ايكوال اسلوب للسكند ايكويشن، وطالما نوت ايكوال يبقى في الحاله دي هيكونوا انترسكتنج، يبقى الخط الاولاني انترسكت الخط الايه الثاني. طيب وطالما انترسكتنج هيكون انترسكتنج ات 1 بوينت، انترسكتنج ات 1 بوينت يعني هيكون نمبر اوف سوليوشنز از ايه is 1. يبقى لو انا عندي ال two straight lines are intersecting بيبقى عندي one solution، بيبقى عندي ايه one solution. ولو كان ال two straight lines are coincident بيكون عندي infinite number of solutions. طب تعال نشوف نمبر 3 the two straight lines 3x equal 7 and 2y equal 9. طب الحته ديت احنا كنا بنقول ان هي مميزه وبتيجي كتير في الامتحانات، ان هو يديني الايكويشن الاولانيه ما فيهاش الا الاكس والايكويشن الثانيه ما فيهاش الا الواي، فكنا بنقول ان دول هيكونوا تو ستريت لاينز، الاولاني باراليل للاكس اكسس والثاني هيكون باراليل للواي اكسس، يعني هيكون العلاقه ما بينهم ان هما انترسكتنج اند بيربنديكولار، يبقى نختار مين؟ هنختار لتر دي. Number 4 the number of solutions of the two equations x plus 2y equal 5 and x minus 2y equal negative 1. طب لو جينا بصينا هنلاقي كوفيشنت الاكس ايكوال كوفيشنت الاكس. طب هل كوفيشنت الواي ايكوال كوفيشنت الواي؟ لا، ده نوت ايكوال. طيب طالما نوت ايكوال يبقى في الحاله دي the two straight lines are intersecting، وطالما intersecting يبقى at one point، يعني هيبقى عندي one solution، يبقى عندي هنا ايه one solution. Number 5 the number of solutions of the two equations 3x plus y equal 4 and 2y plus 3 plus 6x equal 3 in R cross R. طيب عشان اعرف النمبر اوف سوليوشنز عايز اعرف هي انهي حاله من الايه من الحالات اللي عندي، فاخلي كوفيشنت الاكس زي كوفيشنت الاكس. طب هتلاحظ ان دي مش مترتبه، رتبها اول، يبقى دي 6x plus 2y equal 3، هنا 3x plus y equal 4. طب خلي لي 3x تخلي لي 6x، يبقى ناخد الايكويشن دي كلها ملتبلاي باي كام؟ ملتبلاي باي 2، يبقى 3x هتبقى 6x والواي هتبقى 2y equal وال4 هتبقى 8. تعال نقارنهم لبعض، ادي هنا كوفيشنت الاكس نفس كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي نفس كوفيشنت الواي. الاختلاف فين؟ الاختلاف في الابسوليوت تيرم. طالما الاختلاف في الابسوليوت تيرم يبقى ال L1 باراليل لل L2، يبقى الخطين دول باراليل.
وطالما باراليل يبقى النمبر اوف سوليوشنز هيكون ايه؟ هيكون 0. number of solutions هيكون ايه؟ 0. يبقى نختار letter B. Number 6, the number of solutions of the two equations x minus half y equal 4 and 2x minus y equal 2 in R2 R2 اللي هي R cross R. طيب عشان نعرف النمبر اوف سوليوشنز نفس الفكره اللي فاتت، عايز اخلي كوفيشنت الاكس زي كوفيشنت الاكس. طب دي 2 اكس اما دي اكس، يبقى ناخد الايكويشن دي كلها ملتبلاي باي 2. طب ملتبلاي باي 2 يبقى الاكس ده هتبقى 2 اكس ماينس والهاف ملتبلاي 2 هيدينا ايه؟ 1 يبقى ماينس واي ايكوال و2 ملتبلاي 4 هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 8. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان كوفيشنت الاكس ايكوال كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي ايكوال كوفيشنت الواي. الاختلاف فين؟ في الابسوليوت تيرم. يبقى التو ستريت لاينز ار باراليل، وطالما باراليل يبقى النمبر اوف سوليوشنز هيكون بكام؟ هيكون بزيرو. طيب number 7, the number of solutions of a first degree equation in two variables equal missing of solutions. طيب انا عندي هنا هي equation واحدة، number of solution of a first degree هي equation واحدة، يعني هيكون line واحد، والline ده of two variables x وايه؟ x و y. طيب number of solutions يعني عدد النقط اللي على الخط ده، هل انا اقدر اعد النقط اللي على الخط ده؟ ما اقدرش اعدها، في الحالة دي هيكون عندي infinite number of solutions. طيب number 8, the number of solutions of the two equations 2x plus 4y equal 6 and x plus 2y equal 3. جميل، نفس الفكرة، عندي هنا coefficient الاكس ب 1، هنا coefficient الاكس بايه؟ ب 2. طب خلي لي ده شبه ده. طيب يبقى ناخد الايكويشن الثانية دي multiply by 2 يبقى 2x plus 4y equal و 3 by 2 equal 6. تعال قارن لي التو ايكويشنز ببعض، ادي coefficient الاكس زي coefficient الاكس وcoefficient الواي equal coefficient الواي والابسوليوت تيرم equal absolute term. يبقى في الحالة دي the two lines are coincident، وطالما coincident يبقى في الحالة دي هيكون عندي infinite number of solutions، هيكون عندي infinite number of solutions. نروح بعد كده 9 بيقول لي the solution set of the equations x minus 1 equal 0 and y equal x in r multiply r او r cross r. طيب والله هنا الاكس ماينس ال1 بزيرو. طيب عشان اجيب قيمه الاكس وادي هناك النيجاتيف 1 ببوزيتيف 1 يبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 1. جميل، تعال اعوض بيها في ايه؟ السكند ايكويشن، حط مكان الاكس 1 هتطلع الواي هي كمان ب 1. يبقى انا عندي السوليوشن سيت هيبقى set of ordered pair 1 and ايه؟ 1 and 1 اللي هي letter A. Number 10 the two straight lines 3x equal 7 and 2y equal 9 are. عشان اعرف ال two straight lines دول are ايه؟ ما انا لسه قايل واحده شبهها فوق، لان عندي الايكويشن الاولانيه ايه فيها x بس والايكويشن الثانيه فيها y بس، يبقى two lines are perpendicular اللي هي letter مين؟ letter D، لان واحده هتبقى parallel to x axis والثانيه parallel to y axis. Number 11 the two lines 3x plus 5y equal 0 and 5x minus 3y equal 0 intersect at. طيب ما احنا خدنا الحته ديت قلنا ايه؟ لو الابسوليوت ترم بزيرو والابسوليوت ترم هنا بزيرو يبقى كل لاين منهم passing through the origin point، يبقى الخط الاولاني هيبقى passing through the origin point عشان الابسوليوت ترم بزيرو، هنا برضو الابسوليوت ترم بزيرو يبقى passing through the origin، يبقى اللي هيكون الانترسكشن ما بينهم ايه؟ the origin ايه؟ بوينت. وممكن برضو نحلها عن طريق السبستيتيوتنج او ممكن نحلها برضو عن طريق الآلة الحاسبة لو احنا حابين نحلها بالآلة الحاسبة. طيب نروح بعد كده على نمبر 12 بيقول لي if the curve of the quadratic function if doesn't intersect the x-axis at any point then the number of solutions of the equation f of x equal 0. والله هو بيقول لي ان الكيرف او الكوادراتيك فانكشن ديت doesn't intersect الاكس اكسس، وطالما doesn't intersect الاكس اكسس يبقى number of solutions بكام؟ بزيرو. there is no solution في الحاله دي، يبقى الاجابه هتكون ايه؟ زيرو. طيب نروح بعد كده على 13 if the two lines represented by the equation x plus 3y equal 4 and 5x plus ky equal 20 are congruent. طيب are congruent يبقى في الحالة دي هما يكونوا coincident، وطالما coincident المفروض coefficient الاكس equal coefficient الاكس و coefficient الواي equal coefficient الواي. طب انا عندي هنا coefficient الاكس ب 5 وهنا ب 1 يبقى خلي لي دي 5، يبقى ناخد الايكويشن دي كلها multiply by 5 يبقى دي هتبقى 5x plus 3 by 5 ب 15y وهنا equal و 4 by 5 equal 20. تعال بص كده ادي يبقى 20 ودي 20 ودي 5x ودي 5x يبقى الكي بكام؟ يبقى الكي equal 15. Number 14 if the two lines represented by the equation x plus 5y equal 4 and x plus ky equal 7 are parallel. طالما are parallel يبقى المفروض coefficient الاكس equal coefficient الاكس و coefficient الواي equal coefficient الواي، لكن الابسوليوت ترم not equal الابسوليوت ترم. طب ما دي هنا coefficient اكس ب 1 وهنا coefficient اكس ب 1، هنا الكي هنا coefficient الواي بكي وهنا coefficient الواي ب 5 يبقى الكي equal 5
يبقى k equal 5 على طول، يبقى نختار letter C. Number 15 the curve of the function d of x equal ax power 2 plus bx plus c where a not equal 0 intersect y axis. طالما انت قلت لي intersect y axis يعني هنحط الاكس بايه؟ 0. هنحط الاكس بايه؟ ب 0. حط لي الاكس ب 0 يبقى دي هتروح ودي هتروح، يبقى الدي اوف اكس اللي هي الواي هتكون بكام؟ هتكون بسي. يبقى انا معايا الاكس ب 0 والواي ب سي، يبقى نختار 0 and c اللي هي letter C. Number 16 if the curve of the quadratic function f touches the x-axis at the point k plus 1 and k minus 2. طالما قلت لي touch ال x-axis يبقى نحط الواي بايه؟ بزيرو. طب مين هي الواي؟ اللي هي ال k minus 2 اللي هو السكند بروجيكشن، يبقى نقول له ال k minus 2 equal 0 ودي يلا هناك دي ببوزيتيف 2 يعني ال k هتبقى equal 2، يبقى نختار letter C. Number 17 if the solution set of the equation x bar 2 minus ax plus 4 equal 0 in R equal is set of negative 2. طيب لو السوليوشن بتاع الايكويشن دي في الار هو عباره عن مين؟ عباره عن set of negative 2. خلاص نشيل الاكس ونحط مكانها نيجاتيف 2، يبقى الاكس باور 2 هتبقى نيجاتيف 2 الباور 2 ماينس الاي ملتبلاي الاكس هي ماينس الاي ملتبلاي مين؟ النيجاتيف 2 بلس ال 4 ايكوال 0. نيجاتيف 2 باور 2 يعني هتبقى 4 والنيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف 2 هيبقى بوزيتيف 2a بلس ال 4 ايكوال 0. طب 4 بلس 4 بكام؟ ب 8، يبقى 8 بلس 2a ايكوال 0. يلا ودي ال 8 هناك بالنيجاتيف، يبقى 2a ايكوال نيجاتيف 8 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 هتطلع الايه معانا بنيجاتيف 4 اللي هي letter P. Number 18 if the curve of the quadratic function f is symmetrical around the y-axis and passing through the point 2 and 0 then the solution set of the equation f of x equal 0 in R is. طيب لو انا جيت رسمتها كده عشان اوضح لنفسي، انا عندي هنا ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، هو بيقول لي ان الكوادراتيك فانكشن اللي هي عباره عن كيرف دي عباره عن هتكون symmetrical around y axis. طيب يعني مثلا هتبقى سيمتريكال بالشكل ده اراوند واي اكسس، بحيث يكون الواي اكسس بالنسبه لها هيبقى اكسس اوف سيمتري، يعني يخلي الجزء نص اليمين زي النص الايه؟ الشمال. طيب قال لي انا عايز اجيب السوليوشن عند الاف اوف اكس ايكوال 0، تمام؟ بحيث ان عندي البوينت 2 اند 0 دي موجوده على الكيرف. طب ال 2 اند 0 دي موجوده على ايه؟ على الاكس اكسس، طالما الواي ب 0 يبقى موجوده على الاكس اكسس، يبقى النقطه دي هي اللي هتبقى ال 2 اند 0 ده الانترسكشن الاولاني. طيب يبقى مين اللي قصاده الناحيه الثانيه على الاكس اكسس في النيجاتيف دايركشن؟ هيبقى عندي هنا نيجاتيف 2 اند مين؟ اند 0. طيب يبقى قيمه الاكس عند الواي ب 0 بكام؟ لا اما ب 2 لا اما بنيجاتيف ايه؟ 2. يبقى انا عندي هنا السوليوشن ان ار هيبقى 2 اند مين؟ 2 اند نيجاتيف 2. طبعا نميز ما بين السوليوشن ان ار وان ار كروس الار. ان ار كروس الار يبقى السوليوشن هيبقى اوردر بير، اما ان ار بيبقى عباره عن الانترسكشن مع الاكس اكسس بس. طيب نروح بعد كده على نمبر 19 بيقول لي اف واي ايكوال 3. جميل، مديني هنا قيمه الواي، وهنا بيقول لي اكس بار 2 ايكوال واي بلس 6. طب تعالى نعوض عن الواي بكام؟ ب 3، يبقى الواي باور 2 ايكوال 3 بلس 6. طب 3 بلس 6 بكام؟ ب 9، يبقى الواي باور 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 9، يعني تبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. هناخد البوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. طيب يبقى انا عندي سوري الاكس باور 2 هي اللي ايكوال 9 دي اكس باور 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 9، تمام؟ يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3، يبقى نختار لتر دي. طيب نروح بعد كده على نمبر 20 the solution set of the two equations x minus y equal 0 and xy equal 9 in r cross r. طيب انا عايز اجيب السوليوشن للتو ايكويشنز دول x minus y ب 0 و xy equal 9. طب ما تاخد الماينس y واديها لي الناحيه الثانيه عشان يخليها ايكويشن في الاكس بس. يبقى عندي هنا الاكس ايكوال وادي دي بالبوزيتيف يبقى y بلس 0 يعني ايكوال كام؟ ايكوال y. طب الاكس بواي تعالى اعمل هنا سبستيتيوت عن الاكس بايه؟ بواي، يبقى شيل الاكس وحط y يبقى y ملتبلاي y اللي هي y باور 2 ايكوال 9 ومنها تبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت 9 اللي هي بوزيتيف اور نيجاتيف 3. طيب يبقى انت معاك لا اما الواي ب 3 لا اما الواي بكام؟ لا اما الواي بنيجاتيف 3، وانت معاك هنا الايكويشن الاولانيه بتقول لك الاكس ايكوال الواي، يعني هنا برضو هتبقى الاكس ب 3 وهنا برضو هتبقى الاكس بكام؟ هتبقى الاكس ب 3، فده هيدينا اوردر بير 3 اند 3 و نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 3. يبقى انا عندي هنا الواي ايكوال الاكس، يبقى لو الواي ب 3 يبقى الاكس ب 3، لو الواي بنيجاتيف 3 يبقى الاكس بنيجاتيف 3، يبقى السوليوشن هيبقى نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 3 و 3 اند 3 اللي هي لتر دي. Number 21 بيقول لي one of the solutions of the two equations x minus y equal 2 and x bar 2 plus y bar 2 equal 20. طيب جميل، انا عندي الاكس ماينس الواي بكام؟ الاكس ماينس الواي ب 2، الاكس ماينس الواي بايه؟ ب 2، يعني الاكس بكام؟ يعني الاكس ايكوال 2 بلس الواي.
طب ما في طريقه تانية اسهل، هو مديني اختيارات بيقول لي one of the solutions، عايز حل من الحلول. طيب تعالى كده نبص على اول ايكويشن. اول ايكويشن بتقول ايه؟ بتقول لي ان x minus y ب 2. هل هنا الاكس minus y ب 2؟ النيجاتيف 4 ماينس ال 2 هيدينا نيجاتيف 6، يبقى دي غلط. طب هل ال 2 ماينس النيجاتيف 4 هتدينا 2؟ لا هتدينا 6، يبقى دي غلط. طيب هل ال 3 ماينس 1 ب 2؟ صح. هل ال 4 ماينس 2 ب 2؟ صح. يبقى انا عندي الاختيار الصح لا اما سي لا اما دي. اعمل ايه؟ اجرب في الايكويشن الثانيه. طيب هنا لو انا شلت الاكس وحطيت مكانها 3 يبقى 3 باور 2 بلس الواي باور 2 يعني 1 باور 2. هل ده هيدينا 20؟ لا ده هيدينا كام؟ هيدينا 10، يبقى دي غلط. يبقى هي الاختيار مين؟ الاختيار دي. تعالى هات ال 4 باور 2 هتدينا 16 بلس الواي باور 2 هتدينا 4. فعلا الناتج بتاعهم بايه؟ ب 20. نمبر 22 بيقول لي if the curve of the quadratic function if passes through the point negative 1 and 0 and 0 and negative 4 و 4 and 0 then the solution set of the equation f of x equals 0 in r. طب انا عايز اجيب السوليوشن في الار، يعني عايز اجيب الكوادراتيك فانكشن دي انترسكت الاكس اكسس عند مين؟ عند اكس بكام وعند اكس بكام. طيب هو عامة الانترسكشن مع الاكس بيكون عند الواي بزيرو، فانا هبص على الاوردر دي بير اللي عندها الواي بزيرو. هنا الواي بزيرو وهنا الواي بزيرو. طب هي يا ترى الاكس هنا بكام؟ بنيجاتيف 1 والاكس هنا بكام؟ ب 4. يبقى الاجابه بتاعتي سيت اوف نيجاتيف 1 اند 4. طيب ندور على الاختيار بتاعي في النيجاتيف 1 اند 4 اللي هي لتر سي. Number 23 بيقول لي if x equals 3 one of the solutions of the equation x power 2 minus mx minus 6 equals 0 then m can take the value of. طيب والله اذا كان الاكس ب 3 شيل الاكس وحط 3 خلاص، يبقى 3 باور 2 minus 3m minus 6 equals 0. طب 3 باور 2 بكام؟ ب 9 9 minus 6 minus 3m equals 0. طب 9 minus 6 بكام؟ ب 3 يبقى 3 minus 3m ايكوال 0. ودي النيجاتيف 3 ام الناحيه الثانيه عشان نخلص من النيجاتيف، يبقى 3 ام ايكوال 3 ومنها هتبقى الام بكام؟ هتبقى الام ب 1. يبقى نختار لتر بي. Number 24 بيقول لي two positive integer numbers their sum is 8 and their difference is 2 then the two numbers are. طيب والله اذا كان السم ب 8 والديفرنس ما بينهم ب 2. طيب نبص على الاختيارات. هل ال 2 بلس 6 ب 8؟ صح. طب هل ال 3 بلس 5 ب 8؟ صح. هل ال 6 بلس 4 ب 8؟ لا غلط. ال 2 بلس ال 4 ب 8 غلط. يبقى احنا هنستبعد اخر اختيارين سي ودي. طيب عايز الديفرنس ب 2. طب هل 6 minus 2 equal 2؟ لا. هل 5 minus 3 equal 2؟ صح. يبقى هي letter B. Number 25 the solution set of the two equations x minus 1 equal 0 وال y equal x in r cross ال r. طيب اولا انا لو وديت دي هناك بالبوزيتيف 1 يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 1. سبستيتيوت في السكند ايكويشن حط الاكس ب 1 يبقى الواي ايكوال اكس، يعني الواي هي كمان ايكوال 1. فده هيدينا سيت اوف اوردر دي بير اكس اند واي، يعني هيبقى 1 اند 1 اللي هي letter A. Number 26 the solution set of the two equations x equal 1 and x power 2 minus y power 2 equal 10 in r cross ال r. طيب والله انا عندي الاكس ب 1 تمام. طيب تعالى نعمل سبستيتيوت في السكند ايكويشن. شيل الاكس وحط مكانها 1 يبقى 1 باور 2 minus y باور 2 equal كام؟ equal 10. طيب ودي لي يلا دي هناك الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى انا عندي نيجاتيف y باور 2 هتبقى ايكوال 10 ماينس 1 يعني ايكوال 9. طيب في الحاله دي هعمل ايه؟ اجيب قيمه الواي بالبوزيتيف اور نيجاتيف روت بس بعد ما اخلص من النيجاتيف. يبقى الواي باور 2 ايكوال نيجاتيف 9 يبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت نيجاتيف 9. طبعا مفيش روت بالنيجاتيف فديت نوت بيلونج تو ار، يبقى السوليوشن 6 هتكون بايه؟ هتكون ب 5. طيب لكن لو كان السؤال كده، لو كان السؤال مثلا اكس باور 2 بلس الواي باور 2، تعال نشوف لو كان اكس باور 2 بلس واي باور 2 يبقى في الحاله دي هنقول 1 باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 10. يبقى الواي باور 2 هتبقى تودي دي بالماينس هتبقى 10 ماينس 1 ب 9 ومنها يبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. فيبقى عندي الاكس ب 1 والواي 3 اند نيجاتيف 3 فكان هيدينا 2 اوردرد بيرز 1 اند 3 و1 ونيجاتيف 3 اللي هو الاختيار سي. واضح يا شباب؟ يبقى لو كانت دي بلس مش ماينس، لو كانت دي بلس مش ماينس كان هيطلع معايا الناتج بتاعي اللي هو لتر سي. لكن في حاله لما وصلنا ان الواي هتبقى روت لنيجاتيف نمبر يبقى ما عنديش رقم ما عنديش الكلام دوت في الار اللي هو روت النيجاتيف ده مش موجود في الار. هناخده ان شاء الله السنه الجايه، هيبقى بالنسبه لنا بنسميه imaginary number بنسميه اي.
لكن بالنسبه لنا حاليا ما فيش عندي ايه الاجابه دي موجوده في الار، فهيبقى السوليوشن ست ب 5. نمبر 27 ذا سيت اوف زيروز. طيب نخلي بالنا من النقطه دي، لما يجي يقول لي سيت اوف زيروز يعني عايز القيم اللي هتخلي الفانكشن بزيرو، هتخلي الفانكشن دي بايه؟ بزيرو. طيب امتى ال 3 اكس بزيرو؟ خدها بساويها بالزيرو، ادي 3 اكس ايكوال زيرو. طب اخلص من ال 3 بالديفايد 3 ديفايد 3، هتطلع الاكس بكام؟ هتطلع الاكس بزيرو. يبقى الاف اوف اكس هتكون بزيرو لما الاكس بزيرو، الاف اوف اكس هتكون بزيرو لما الاكس بايه؟ بزيرو، يعني هتختار لتر A. The set of zeros of the function f of x equal 0. طيب والله انا اصلا عندي الفانكشن اهي اللي هي الاف اوف اكس اصلا ايكوال 0، تمام؟ وبالتالي اي قيمه هعوض بيها في الاف هيطلع معايا الناتج بزيرو. يعني كل الارقام اللي في الار تنفع، كل الارقام اللي في الار ايه تنفع. يبقى السيت اوف زيروز هي عباره عن مين؟ ذا ريل سيت اوف ريل نمبرز. نمبر 29 the set of zeros of the function d where d of x equal x bar 2 minus 4 is. طيب انا عايز اجيب السيت اوف زيروز للفانكشن دي. خد الفانكشن سواها بالزيرو، يبقى ادي x بار 2 minus ال 4 ايكوال 0، وادي دي هناك بايه؟ بوزيتيف 4، يعني الاكس بار 2 ايكوال 4. هات البوزيتيف اور نيجاتيف روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 4، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يبقى نختار مين؟ لتر دي. تمام؟ طيب نروح بعد كده على نمبر 30. بيقول لي the set of zeros of the function d where d of x equal x minus 4 over x بار 2 minus 16. طب في حالة لو انا عندي الفانكشن عبارة عن فراكشن، لو الفانكشن بتاعتي عبارة عن ايه؟ فراكشن، لما اجي اجيب الزيروهات بتاعتها بنجيب ايه؟ بنجيب الزيروهات اللي فوق ديفرنس الزيروهات اللي تحت، الزيروهات اللي فوق ديفرنس الزيروهات اللي تحت. طيب تعالى كده نعمل فاكتورايز. طبعا اللي فوق ما فيهاش فاكتورايز، يبقى x minus 4 هنسيبها زي ما هي، وتحت ادي x واكس، طبعا ده ديفرنس بين تو سكويرز، يبقى هنا اكس وهنا اكس، روت ال 16 هنا 4 وهنا ايه؟ 4، واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. طيب وبالتالي الناتج بتاعي او السيت اوف زيروز هتبقى عباره عن الزيروهات اللي فوق. طيب ايه امتى اللي فوق يبقى بزيرو؟ لو الاكس ب 4، يبقى هنا سيت اوف 4 ديفرنس تحت الزيروهات هتبقى نيجاتيف 4 اند 4. طيب لما اقول سيت اوف 4 ديفرنس سيت اوف نيجاتيف 4 اند 4، طب دي لو راحت مع دي يتبقى لي حاجه في الاولى؟ مش هيتبقى حاجه في الاولى، يبقى الناتج بتاعي هيبقى ايه؟ فاي اللي هي لتر دي. هلاقي ناس تقول لي لا يا مستر هيبقى نيجاتيف 4، اقول لك لا، احنا لما اجي اقول ديفرنس يبقى انا عايز اجيب اللي هيتبقى في المجموعه الاولانيه مش اللي هيتبقى في المجموعه الثانيه. ما تبقاليش حاجه في المجموعه الاولانيه يبقى دي ايه؟ فاي. نمبر 31 بيقول لي if 3 is one of the zeros of the function f of x و equal x بار 2 minus 3x plus m. طيب طالما ال 3 دي واحده من الزيروز بتاعت الفانكشن، يعني لو عوضت عنها في الفانكشن هتطلع قيمتها بزيرو. طيب يبقى انا اقول له شيل الاكس وحط مكانها 3، يبقى عندي هنا 3 باور 2 ماينس 3 اكس، يعني 3 ملتبلاي ايه؟ 3 بلس الام، ده يكون ايكوال 0. طيب 3 باور 2 بكام؟ ب 9، و 3 ملتبلاي 3 برضه ب 9، يبقى ماينس 9 بلس ام ايكوال 0. دي هتروح مع دي، يبقى الام بكام؟ ب0، يبقى نختار لتر ايه. Number 32 the algebraic fraction 1 over x is equal to the algebraic fraction missing. طيب عشان اجيب الفراكشن التاني اللي هيكون ايكوال مع ال 1 over x هنعمل سمبليفاي. طبعا هطير هنا الاكس مع الاكس، فالناتج هيطلع 1 over 2، وهنا اطير الاكس مع الباور هيطلع معايا 1 over x، وهنا اطير اكس مع الباور 3 هتنقص منها 1 هتبقى 2. تمام، يبقى 1 over x باور 2، ودي 1 over x باور 2 ملهاش سمبليفاي. طيب مين فيهم اللي هتكون ايكوال 1 اوفر اكس؟ هنلاقيها لتر مين؟ لتر بي. طبعا لو انت جيت تعمل اختبار للدومين كلهم الدومين بتاعهم ار ديفرنس مين؟ الزيرو، سواء الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه، فبس هي الفكره كلها في السمبلست فورم. نمبر 33 بيقول لي if x belong to r difference set of 2 then x over x minus 2 plus 2 over 2 minus x equal كام؟ طيب عشان اقدر اعمل adding للتو fractions دول لازم يكونوا like denominators. طيب هل الدينومينيتور ده زي ده؟ لا، مختلفين متبدلين. طب عشان اخليهم زي بعض قلنا في حاله لو انا عندي ماينس وعايز ابدل بنعكس الاشاره اللي بره، فدي هتبقى x over x minus 2 زي ما هي اللي هي الاولانيه، ودي هتبقى بلس، دي اللي هي بلس هتبقى ماينس، ونعكس الاشاره اللي تحت، نعكس الرقمين اللي تحت ما بين علامه الماينس، يبقى هنا اكس ماينس مين؟ ال2. طيب نثبت الاكس ماينس ال2 وهناخد هنا سوري دي 2، وهنا هنعمل سبتراكت للنوميريتورز هتبقى اكس ماينس 2، يبقى اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 2 هيدينا كام؟ 1.
Number 34 the simplest form of the function n where n of x equal 4x over 2 minus 2x over 2x is. طيب عشان اجيب السمبلست فورم هشوف في سمبليفاي ولا لا، بس بعد ما اشوف فيه فاكتورايز ولا لا. طيب لو بصيت فوق هلاقي في فاكتورايز ما بين ال 4x over 2 وال 2x، في ما بينهم كومن فاكتور 2x، يبقى ناخد من فوق ال 2x كومن فاكتور اوفر. طيب لما خدنا من ال 4 2 هيتبقى منها 2، ولما خدنا من الاكس بار 2x هيتبقى منها x ماينس ال 2x خدناها كلها بره يتبقى مين 1، وتحت ال 2x طبعا ال 2x هتروح مع ال 2x يتبقى لي 2x minus 1 اللي هي لتر B. 35 the additive inverse of the fraction x plus 7 over x minus 5. لما يجي يقول لي additive inverse قدام الاسئله مهمه جدا يا شباب. لما يجي يقول لي هات الاديتيف inverse احنا بنعمل ايه؟ change the sign of the numerator او change the sign of the denominator. طيب لو انت عكست اشاره اللي فوق هيديك نيجاتيف x minus 7 over x minus 5، ولو انت عكست اشاره اللي تحت هنسيب الاكس بلس 7 فوق زي ما هي، وممكن نبدل دول ببعض. تمام، النيجاتيف 5 تبقى بوزيتيف 5 والاكس تبقى ماينس اكس. تمام، فلو بصينا على الاختيارات هنلاقيها الاختيار اللي هو لتر A. نروح بعد كده على 36 بيقول لي if f of x equal x over x minus 4. عايز اجيب ال f of 4، خلاص شيل الاكس وحط مكانها 4، فده هيدينا 4 over 4 minus ال 4 يعني 4 over 0، واي حاجه over 0 تبقى undefined. Number 37 the domain of the function f where f of x equal 9. طيب لما اجي اقول انا عايز الدومين، فده بيكون عباره عن r difference الايه؟ difference الارقام اللي هتخليها undefined. r difference الارقام اللي هتخليها ايه؟ undefined. طيب اصلا ال f of x equal 9 دي constant function، دي constant ايه؟ function. طيب يعني ايه؟ يعني اي قيمه للاكس تنفع ان احنا نعوض بيها هنا، يعني عمرها ما هتكون undefined، عمرها ما هتكون undefined. f of x equal 9 دي لكل الار، لكل مين؟ لكل الار هتطلع قيمتها ب 9، يبقى في الحاله دي الدومين هيكون مين؟ هيكون الار. تعال بقى نبص على الفكره الثانيه دي، بيقول لي the domain of n where n of x equal x plus 1 over x minus 4. هنا بقى الدومين يختلف ليه؟ لان الدومين هيبقى ار ديفرنس الزيروهات بتاعت مين؟ بتاعت الدينومينيتور. يبقى بالنسبه للفراكشن الدومين بيكون ار ديفرنس الزيروهات الدينومينيتور. طيب امتى يكون الدينومينيتور بزيرو؟ لو حطينا الاكس ب 4 يبقى هنقول ار ديفرنس ست 4 اللي هي لتر سي. نروح بعد كده على 39 بيقول لي ذا دومين اوف ذا اديتيف انفرس. ده برضو من الافكار المهمه جدا. لما يجي يقول لي هات الدومين للاديتيف انفرس اقول له هو نفس الدومين للفانكشن نفسها، يعني ما بيختلفش. يعني الاديتيف انفرس زي الفانكشن نفسها، بجيبه نفس طريقه الدومين للفانكشن دي. طيب الدومين للفراكشنال فانكشن بنقول ار ديفرنس الزيروهات بتاعت الدينومينيتور. طيب امتى يكون الدينومينيتور بزيرو؟ لما الاكس بكام؟ ب 2، عشان 2 minus 2 بزيرو، يبقى نقول له ار ديفرنس ست 2 اللي هي لتر اي. نروح ل 40 if n of x equal x minus 2 over x plus 1 then the domain of multiplicative inverse of n equal. طيب لما اجي اجيب الدومين، وده برضو من الافكار المهمه، الدومين للمالتيبليكيتيف انفرس كنا بنقول ار ديفرنس الزيروهات اللي فوق والزيروهات اللي تحت. طيب امتى يكون اللي فوق بزيرو؟ لما الاكس ب 2. امتى يكون اللي تحت بزيرو؟ لما تكون اكس بنيجاتيف 1. يبقى هنا هنقول له ار ديفرنس 2 اند نيجاتيف 1 اللي هي لتر دي نيجاتيف 1 اند 2، اور ديفرنس نيجاتيف 1 اند 2. طيب نروح بعد كده على نمبر 42 بيقول لي if the multiplicative inverse of the fraction x minus k over x minus 3 is x minus 3 over x plus 2. طيب والله اذا كان المالتيبليكيتيف انفرس للفراكشن ده هو ده، تمام، يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنقلب ده نرجعه لاصله او نقلب ده، مش هتفرق، لما نقلب واحد من الاثنين ونساويه بالتاني. طيب يبقى الاكس ماينس الكي اوفر الاكس ماينس 3 ايكوال الاكس بلس 2 اوفر اكس ماينس 3. انا كده قلبت التاني. طيب في الحاله دي هيكون قيمه الاكس، قيمه النيجاتيف الكي، يعني هتكون النيجاتيف كي ايكوال مين؟ ايكوال 2. يبقى انا اقول له نيجاتيف كي ايكوال 2. طيب لو انا عايز الكي يبقى الكي ايكوال نعكس الاشاره يبقى نيجاتيف 2 اللي هي لتر بي. Number 43 the domain of the two fractions 2 over x minus 3 and 7 over 2x minus 6 is. انا عايز اجيب الكومن دومين. طب الكومن دومين عباره عن r difference كل الزيروهات للدينومينيتورز. طيب امتى الدينومينيتور الاولاني يكون بزيرو؟ لو كانت قيمه الاكس ب 3. وامتى الدينومينيتور الثاني يكون بزيرو؟ قال لك برضو لو حطينا هنا الاكس ب 3 عشان 2 ملتبلاي 3 ب 6 فهيبقى 6 minus 6 بزيرو. طيب يعني هما نفس الرقم او نفس الرقم، يبقى r difference 3 بس اللي هي لتر سي. ما طبعا ما بكررش انا.
طيب نروح بعد كده على نمبر 44. the common domain of the two fractions x over x plus 1 and x plus 2 over x over 2 plus الايه plus ال 4. طيب يبقى انا عايز اقول برضو r difference كل الزيروهات اللي تحت. طيب امتى يكون الدينومينيتور الاولاني ده بزيرو؟ لما تكون الاكس بنيجاتيف 1. طيب الاكس بار 2 بلس ال 4 احنا اتفقنا لو لقيت اكس بار 2 بلس رقم اقول لك ديت ملهاش زيروهات، اكس بار 2 بلس 4 ديت ملهاش ايه زيروهات، سواء بلس 4 او بلس اي رقم، طالما العلامه دي بلس يبقى ملهاش ايه زيروهات. يبقى انا عندي الزيروهات اللي تحت بس هي نيجاتيف 1، يبقى نقول ذا كومن دومين ار ديفرنس نيجاتيف 1 اللي هي لتر سي. طيب نروح بعد كده على 45. بيقول لي if A is an event from a sample space of a random experiment and probability of A equal probability of A complement then probability of A بكام؟ والله انا عامة الاس اهي اللي هي السامبل سبيس مقسومة جزئين، الاي والاي كومبلمنت، هما الاثنين الانترسكشن ما بينهم بايه؟ هما الاثنين الانترسكشن ما بينهم بفاي، يعني الاي انترسكشن الاي كومبلمنت ده المفروض بيكون بفاي، اما الاي يونيون الاي كومبلمنت قلنا ده بيكون بايه؟ بيكون باس. طيب والمفروض في الحاله دي هيكون probability الاي بلس probability الاي كومبلمنت ده عباره عن probability من الاس كلها، يعني هيكون بكام؟ هيكون ب1. طيب يعني المفروض ان مجموعهم ب1 وهما الاثنين قد بعض، يبقى اي واحد فيهم عباره عن ايه؟ 1 ديفايد باي ايه؟ 2 يعني ايكوال 0.5 اللي هي لتر سي. Number 46 if the probability of event A occurring is 30%، يبقى بيقول احتمال ان ال A تحدث عبارة عن 30%، then probability of event A not occurring يبقى عايز ال probability لعدم حدوث ال A. طيب هما الاثنين مجموعهم بايه؟ هما الاثنين مجموعهم ب 100%، يبقى عشان اجيب واحدة فيهم اقول 100% ماينس الثانية، يبقى اقول 100% ماينس ال 30%، يعني هيدينا كام؟ هيدينا 70% اللي هي 70 over 100 يعني 0.7، يبقى نختار لتر سي. نمبر 47 بيقول لي if A subset of B then probability of A union B. طب نخلي بالنا من حاجه، لو انا عندي ال A subset of B في واحده منهم صغيره والثانيه كبيره، شبه علامه ليس كده، اللي قبل subset هي الصغيره واللي بعد subset هي الكبيره. طيب في الحاله دي عندي حالتين، لو انا بجيب probability ال A union ال B، ولو انا بجيب probability ال A intersection ال B. اليونيون يدينا الكبيره يبقى هيدينا probability ال B كلها، والانترسكشن هيدينا probability الصغيره يعني هيدينا probability لمين؟ ال A. يعني انت بتسالني على probability اليونيون يبقى على طول هيكون probability ال B اللي هي لتر B. لو بصينا على اللي بعدها نفس الفكره بس طالب الانترسكشن، بيقول لي ال A وال B are two events of the sample space of a random experiment and probability and event B subset of A where ال A not equal ال B، يبقى انا عايز probability of A intersection ال B، اقول له طالما intersection يبقى هيدينا الصغيره اللي هي اللي على الشمال، يبقى ده هيدينا probability of B اللي هي letter C. طيب نمبر 49 بيقول لي if A and B are mutually exclusive events. طيب طالما هم mutually exclusive events يبقى الانترسكشن ما بينهم بفاي، يعني ال A intersection ال B equal ايه؟ equal phi. From the sample space of a random experiment عايز probability ال A intersection ال B. الله، هو الانترسكشن بفاي يبقى ال probability ليها هيكون بكام؟ هيكون بزيرو، لان probability الفاي ده equal 0، يبقى نختار letter A. Number 50 بيقول لي if A and B are two mutually exclusive events from a sample space of a random experiment و probability ال A ب 3 over 5 و probability ال B ب 2 over 5، عايز probability ال A intersection ال B. طيب جميل، انت بتقول ان هما mutually exclusive events، معناها ايه؟ معناها ان ال A intersection ال B equal ال phi، وبالتالي هيكون ال probability لل A intersection ال B هو عبارة عن ال probability لل phi، يعني هيكون بكام؟ هيكون بزيرو، يبقى نختار لتر A. طيب افرض هو كان طلب مني البروبابيلتي لل A يونيون ال B، لا في الحالة دي البروبابيلتي لل A يونيون B هيكون probability ال A بلس probability ال B. طبعا مش المفروض يبقى ماينس probability الانترسكشن، بس probability الانترسكشن بزيرو، يعني كان هيبقى 3 over 5 بلس 2 over 5 يعني هيكون equal 1. تمام؟ طيب نروح بعد كده على نمبر 51 بيقول لي if A and B are two mutually exclusive events of a sample space of a random experiment عايز probability ال A difference ال B. طيب هو عامة probability ال A difference ال B ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن probability ال A minus probability ال intersection. تاني
probability ال A difference ال B بيكون عبارة عن probability الأولانية اللي هو probability ال A minus probability للintersection. طب واحنا قايلين لما يكونوا mutually exclusive events فبيكون probability intersection بزيرو. طب يبقى الناتج بتاعي يبقى عبارة عن probability ال A minus الزيرو يعني equal probability ال A بس اللي هو letter B. 52 بيقول لي if A and B are two events of a sample space S where A subset of B و probability ال A ب 0.2 و probability ال B ب 0.6. طيب عايز اجيب probability ال B difference ال A. القانون بتاعها هيكون probability of B minus probability A intersection P. طيب probability ال B هو مديهوني بكام؟ ب 0.6 ب 0.6 minus probability الانترسكشن. طيب انا معيش probability الانترسكشن، في الحاله ديت لازم ابص على الشرط ده. هو قال لي ان ال A subset of B. طب معناها ايه ان ال A subset of B؟ لو لسه قايلينها في السؤالين اللي فاتوا، لو ال A subset of B يبقى probability ال A intersection ال B هو عباره عن probability الصغيره، يبقى انا عباره عن probability ال A. يعني في الحاله دي probability ال A intersection ال B هو نفس probability ال A، نفس probability ال A، يعني هيبقى نعوض عن الانترسكشن ب probability ال A اللي هو 0.2. يبقى 0.6 minus 0.2 هيدينا 0.4 اللي هي letter B. طيب 53 بيقول لي if A complement is complementary event of A in the sample space of random experiment يبقى probability ال A plus probability ال A complement طبعا هيكون بكام؟ ب 1. تمام؟ نروح بعد كده على number 54 بيقول لي if A and B are two mutually exclusive events of a random experiment و probability ال A equal 0.3 و probability ال A union ال B equal 0.6 عايز probability ال B complement. طيب جميل قوي. عشان اجيب probability ال B complement لازم يكون معايا probability ال B، لازم يكون معايا probability ال B لان probability ال B complement عباره عن 1 minus probability ال B. طيب يبقى انا اول حاجه عايز اجيب probability ال B. طب اجيب probability ال B ازاي؟ هو بيقول لي ان هما mutually exclusive events. طيب يعني probability اليونيون عباره عن probability ال A plus probability ال B. probability ال A union ال B ده عباره عن probability ال A plus probability ال B. فلو انا عايز اجيب ال B اقول له اليونيون ماينس ال A، اليونيون ماينس ال A يعني هيكون equal 0.6 ماينس 0.3 هيطلع معايا ب 0. كام؟ ب 0.3. طيب تعال نعوض بقى هنا يبقى 1 ماينس 0.3 عشان اجيب البي كومبلمنت، يبقى probability البي كومبلمنت equal 1 minus probability of B يعني هتبقى 1 minus 0.3 اللي هي تدينا 0.7 اللي هي letter C. نروح بعد كده على number 55 بيقول لي if probability of A equal 0.6 then probability of A complement. طيب نفس القانون اللي فات probability of A complement عبارة عن 1 minus probability of A يعني 1 minus 0.6 هيدينا 0.4. ننتقل بعد كده على أسئلة التراكمية. معنا السؤال الأولاني نمبر 56 بيقول لي إيه؟ دي كانت 0.4. طيب بيقول لي if A باور 2 minus B باور 2 equal A plus B يبقى ال B minus ال A بكام؟ طيب احنا اصلا عارفين ان ال A باور 2 minus ال B باور 2 ده عبارة عن الفاكتورايز بتاعها بيكون عبارة عن A minus ال B multiply ال A plus ال B. تمام؟ طيب لو انا عايز اجيب ال B minus ال A، عايز اجيب مين؟ ال B minus ال A. طيب يبقى انا عايز ابدل دول، ولو بدلت دول هعكس مين؟ هعكس الاشاره. لو بدلت دول هعكس ايه؟ الاشاره. يبقى نيجاتيف ال A باور 2 ماينس ال B باور 2 هنعكس اشاره في الجنبين هيبقى ايكوال B ماينس ال A ملتبلاي ال A بلس ال B. تمام؟ طيب لو شلنا ال A باور 2 ماينس ال B باور 2 وعوضنا عنها ب A بلس ال B يبقى نيجاتيف A بلس ال B equal B minus ال A multiply ال A plus ال B. طيب لو دي راحت مع دي يبقى ال B minus ال A هتساوي كام؟ هتساوي نيجاتيف 1. يبقى أنا عندي هنا B minus ال A هتكون equal نيجاتيف 1.
طيب نروح بعد كده على نمبر 57 بيقول لي if ordered pair 5 and x minus 4 equal y plus 2 and 3 يبقى الاكس بلس الواي بكام؟ طبعا عندي هنا ordered pair equal ordered pair يبقى الفيرست projection equal first projection والسكند projection equal second projection. يعني هيبقى عندي الواي بلس 2 equal 5 وهيكون عندي الاكس minus 4 equal 3. ودي يلا ديت هناك بماينس 2 تطلع الواي ب 3 وادي دي هناك ببلس 4 تطلع معاك الاكس ب 7. يبقى معايا الاكس ب 7 بلس الواي ب 3 فيبقى 7 بلس 3 ايكوال 10 يبقى نختار لتر سي. نمبر 58 بيقول لي if x minus 5 all power 0 equal 1 for every x belong to. طيب عامة أنا عندي أي بيز to the power 0 أي بيز to the power 0 تمام equal 1 ما عدا لو كان البيز بزيرو ما عدا لو كان بيز بايه؟ بزيرو. طيب يبقى انا عندي المفروض الاكس ماينس ال 5 ما تكونش بزيرو. طيب افترض ان هي بزيرو يبقى لقيت ان اكس ماينس 5 ايكوال كام؟ زيرو. ولو وديت دي هناك ببوزيتيف 5 يبقى الاكس هتطلع بكام؟ ب 5. يبقى المفروض يكون الاكس بيلونج تو الار كلها ما عدا ال 5. ليه الار كلها؟ يعني اي رقم ينفع اعوض بيه هنا ما عدا ال 5. اي رقم هعوض بيه هنا واحسبها كده حتى على الاله ودوس باور 0 تمام هتطلع معاك الناتج بايه؟ ب 1. لكن لو انت قلت 5 minus 5 باور 0 هيطلع معاك ماس ايرور. فكل الارقام تنفع في الار ما عدا ال 5 يبقى ار ديفرنس 5 اللي هي لتر بي. نمبر 59 بيقول لي if 2 باور 7 multiply 3 باور 7 equal 6 باور كي. طيب انا عندي لو الباور ايكوال الباور بنثبت الباور ونعمل ملتبلاي للبيز فيبقى عندي هنا 6 باور 7 دي ايكوال 6 باور كي وطالما البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور يبقى الكي هنا بكام؟ يبقى الكي ايكوال 7 يبقى نختار لتر بي. نمبر 60 بيقول لي the solution set of the inequality x less than 1 in n. طيب الاكس less than or equal 1 in n. طيب بالنسبه للn ايه الارقام اللي في الn less than or equal 1؟ عندي ال1 وال0 بس تمام. طبعا ما فيش في الn نيجاتيف يبقى نختار لتر دي. نمبر 61 the multiplicative inverse of the number root 2 over 3. عشان اجيب المالتيبليكيتيف انفيرس يبقى انا عايز اقلبها يعني عايز اخليها 3 over root 2. طيب 3 over root 2 لو حسبناها على الآلة الحاسبة هتطلع معانا 3 root 2 over 2 هتطلع معانا 3 root 2 over 2 اللي هي letter B. نمبر 62 بيقول لي if the ratio between the perimeter of the square of two squares 1 to 2 then the ratio between their areas. جميل. هو بيقول لي الريشيو ما بين البريمترز لتو سكويرز 1 to 2. طب ما هي نفس الريشيو ما بين التو بريمترز هي نفس الريشيو ما بين السايدز. هي نفس الريشيو ما بين مين؟ السايدز. طيب وبالتالي لو كان الريشيو ما بين السايدز 1 to 2 فهيكون الريشيو ما بين الاريا. طب الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن السايد باور 2 يبقى في الحاله دي هتبقى 1 باور 2 ودي هتبقى 2 باور كام؟ 2 باور 2 يعني هتطلع 1 over 4 اللي هي لتر سي. نمبر 63 بيقول لي the equation of the symmetry axis of the curve of the function f where f of x equal x bar 2 minus 4 is. انا عايز الايكويشن للاكسس اوف سيمتري للكيرف. طب ما دي خدناها الترم الاولاني كان عندي اي كيرف بيكون الفيرتكس بتاعته بتتكون من جزئين تمام. نيجاتيف b over 2a و f of negative b over 2a تمام. طيب نيجاتيف b over 2a دي اللي هي مين؟ دي اللي بتمثل الاكس ايه؟ الاكس كوردينيت وهي اللي بتمثل الايكويشن للاكسس اوف سيمتري. طيب يبقى عشان اجيب الايكويشن للاكسس اوف سيمتري عايز نيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر مين؟ اوفر 2 ملتبلاي كوفيشنت اللي هي الاكس باور 2. طيب يبقى انا عندي هنا ما عنديش اكس يبقى انا عندي هنا الاي ب1 والبي ب0 والسي بكام؟ بنيجاتيف 4. فيبقى نيجاتيف بي يعني نيجاتيف ملتبلاي 0 اوفر 2 ملتبلاي الايه يعني 2 ملتبلاي ال1 يعني هيطلع بكام؟ ب0. يبقى انا عندي الايكويشن اوف ذا اكس اوف سيمتري هتبقى اكس هتبقى عندي الايكويشن هتبقى اكس ايكوال 0. اكس ايكوال مين؟ اكس ايكوال 0 تمام. طيب نروح بعد كده على نمبر 64 بيقول لك the additive inverse of the number 1 minus root 2 is. انا عشان اجيب الاديتيف inverse يبقى بنعكس الساين او ابدل ما بينهم. طيب لو عكسنا الساين فيبقى عندي نيجاتيف 1 بلس روت 2 تمام. طيب ممكن ابدلهم يعني روت 2 minus ال1
يبقى اللي هي لتر مين؟ لتر سي. نمبر 65 بيقول if a belong to r difference is 0 والN ده بوزيتيف انتجر والN ده ايه؟ بوزيتيف انتجر، يبقى ال a باور n ملتبلاي ال a باور نيجاتيف n هيكون بكام؟ طيب في الحالة دي لما اجي اقول لك a ملتبلاي a باور n ملتبلاي a باور نيجاتيف n، يعني ده هيدينا a ونعمل اد للباور، هنثبت البيز في حالة الملتبلاي، نثبت البيز ونعمل اد للباور، فيبقى n بلس نيجاتيف n يعني هيدينا a باور كام؟ a باور 0. a باور ايه؟ 0. وهو قال لي هنا ان ال A belong to R difference 0 صح، عشان ما ينفعش يكون 0 باور 0. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى مفروض هيبقى A باور 0. A باور 0 يعني equal 1. A باور 0 يعني equal 1 اللي هي letter C. Number 67 بيقول لي if number K belong to open the interval 2 and 7 K may be equal to كام؟ طيب مين الأرقام اللي ما بين ال 2 وال 7؟ هل ال 2 ما بين ال 2 وال 7؟ لا. هل ال 3 ما بين ال 2 وال 7؟ تمام، يبقى هي الاختيار مين؟ B. نمبر 68 بيقول لي روت 100 minus 36. لو حسبنا روت 100 minus 36 هيطلع روت 64 يعني ايكوال 8. طب ال 8 دي عباره عن 10 ماينس كام؟ عباره عن 10 ماينس 2، يبقى نختار لتر A. نيجي بعد كده ل 69 بيقول لي انا عندي closed interval 3 and 5 difference 3 وال 5. طيب لما خدنا ديت في بريب 2 كنا قلنا ايه؟ لما يبقى difference وعندي بشيل رقم، الرقم ده بيتحول من closed ل open. طيب انا هشيل ال 3 يبقى ال 3 دي تتحول ل open، وال5 هنشيلها يبقى ال5 دي برضه هتتحول لاوبن، يبقى ده هيدينا اوبن انترفال 3 اند 5 اللي هي لتر A. نمبر 70 بيقول لي روت واي ايكوال 2. روت واي ايكوال 2. طب هي روت كام يدينا 2؟ روت ال4. روت ال4 هي اللي ايكوال 2، يبقى الواي بكام؟ يبقى الواي ب4. يبقى 3 ملتبلاي واي يعني 3 ملتبلاي 4 تبقى ايكوال 12 اللي هي لتر A. نمبر 71 بيقول لي if 2 باور x ايكوال 3. 2 باور x ايكوال 3 يبقى ال 8 باور نيجاتيف x بكام؟ طيب تعالى كده الحته دي جميله قوي. هي ال 8 باور نيجاتيف اكس عباره عن ايه؟ عباره عن 1 اوفر 8 باور اكس. عباره عن ايه؟ 1 اوفر 8 باور اكس، عشان اخلي الباور بالايه بوزيتيف بقلب يبقى 1 اوفر 8 باور اكس. طيب انا عايز اخلي ال 8 باور اكس بدل ما هي 8 اخليها 2. بدل ما هي 8 اخليها ايه؟ 2. طب ال 8 دي عباره عن 2 باور كام؟ عباره عن 2 باور 3، يبقى دي هتبقى 1 اوفر 2 باور 3 اكس. 2 باور 3 اكس. طب انا عايزها 2 باور اكس. جميل، خليها 1 اوفر 2 باور اكس وخلي الباور سي هو اللي بره، بدل عادي مفيش مشكله، لان هما ملتبلاي بعض، لما يجي نفكها ناخدهم ملتبلاي بعض فهترجع لاصلها باور سي اكس. طيب شيل ال 2 اكس وحط مكانها كام؟ 3، يبقى هنا 1 اوفر 3 باور 3 يعني 1 اوفر 27، يبقى نختار لتر سي. نمبر 72 بيقول لي 5 باور واي ايكوال 1 يبقى الواي بكام؟ طيب هو امتى يكون ال 5 باور واي ب 1؟ لما يكون الباور بزيرو، عشان 5 باور 0 هي الايكوال 1، يبقى الواي هنا هتكون بكام؟ بزيرو. نمبر 73 بيقول لي ار بوزيتيف انترسكشن لار نيجاتيف. الار بوزيتيف انترسكشن ار نيجاتيف طبعا بفاي. تمام. طيب ممكن يقول لي مثلا حاجه ثانيه، يبقى هنا نختار لتر سي. ممكن يقول لي ايه؟ الار ديفرنس زيرو. طب الار ديفرنس زيرو دي بتدينا ار ستار، بيدينا ايه؟ ار ستار. ولو قلت الار بوزيتيف يونيون الار نيجاتيف دي برضو يدينا الار ستار، لان الار ستار هو عباره عن الار من غير الزيرو، فالار بوزيتيف يونيون الار نيجاتيف هي عباره عن الار من غير الزيرو، يبقى هيدينا ار برضو ايه؟ ار ستار. ممكن يسالنا برضو نفس الجزئيه دي بالطريقتين دول. طيب نمبر 74 the equation xy equal 3. طيب اكس واي ايكوال 3، السؤال ده ممتاز جدا يا شباب. لما اجي احدد الديجري، لو كانت العلاقه ما بين الفاريبلز ملتبلاي يبقى بعمل اد للباور، لو كانت العلاقه ما بين الفاريبلز ملتبلاي بنعمل اد للباور، فدي باور 1 ودي باور 1 لما نيجي نجمعهم كده يدينا باور كام؟ باور 2، يبقى سكند ديجري. طيب نمبر 75 بيقول لي the value of x which satisfy the equation x باور 2 equal 9. طيب انا عايز الاكس، بس خلي بالك قال لي هنا الاكس بيلونج تو مين؟ بيلونج تو ان، يبقى في الحاله دي مش هقول بوزيتيف اور نيجاتيف روت عشان النيجاتيف هيكون مرفوض، يبقى انا عندي هنا الاكس هتبقى روت ال9 على طول، يعني هتبقى بكام؟ هتبقى ب 3. لو كانت دي بيلونج تو ان كنا قلنا بوزيتيف اور نيجاتيف 3. طيب 76 بيقول لي if the expression x باور 2 plus kx plus 9 is a perfect square then k equal. طيب عشان اجيب الكي ده اللي هو الميدل تيرم في البيرفكت سكوير كان ليه قانون عندي بناخده بوزيتيف اور نيجاتيف 2 multiply root first multiply root third، يعني equal positive or negative 2 multiply root الفيرست يعني root الاكس بار 2 اللي هو x
ملتبلاي روت الثيرد اللي هو روت ال 9 يعني هيدينا 3 يعني هيدينا بوزيتيف اور نيجاتيف 6 اكس. يبقى انا عايز الكوفيشنت بس يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف ايه 6. نروح بعد كده على نمبر 77 بيقول لي في اكس باور 3 واي باور 3 ايكوال 8 يبقى الاكس باور 2 واي باور 2 بكام؟ طب عشان اجيب الاكس باور 2 واي باور 2 عايز اجيب الاكس واي الاول. طيب عشان اجيب الاكس واي عايز اجيب الاكس واي يبقى طير الباور 3 بالكيوب روت يبقى ايكوال كيوب روت مين؟ ال 8 يعني هتبقى 2. طيب الاكس باور 2 واي باور 2 اللي هي عباره عن الاكس واي والباور 2 يعني هتدينا 2 باور 2 اللي هي ايكوال 4 يبقى لتر سي. 78 بيقول لي the degree of the algebraic expression 3x plus 4y plus x power 2y is. طب لما اجي احدد الديجري لاكسبريشن كبير بالشكل ده لازم احدد الديجري للترمز بتاعته كلها. طيب الفيرست ترم الديجري بتاعته 1 والسكند ترم الديجري بتاعته 1. الثيرد ترم بقى عندي هنا في ملتبلاي ما بين الاكس باور 2 والواي فبنعمل اد للباور 2 بلس 1 3 يبقى دي الديجري بتاعتها هتبقى 3 وبالتالي بنعتبر ان الديجري للاكسبريشن كامل هو اعلى ديجري للترمز كلها اللي هو كام؟ اللي هو 3 يبقى نختار third. نمبر 79 بيقول لي if 3 باور x equal 9 يبقى 3 باور x بلس 1 بكام؟ طيب والله هي 3 باور x بلس 1 اصلها ايه؟ اصلها 3 باور x ملتبلاي 3 باور 1. طب ال 3 باور x بكام؟ ال 3 باور x ب 9 يبقى 9 ملتبلاي 3 تطلع معانا 27 اللي هي لتر C. Number 80 a number formed from 2 digits its units digit equal its tenth digit equal x. طيب يعني انا عندي رقم بيتكون من 2 digits اليونت زي التنس يعني مثلا لو اليونت ب 2 يبقى التنس كمان ب 2 لو اليونت ب 1 يبقى التنس ب 1 لو اليونت ب 3 يبقى التنس بايه؟ ب 3. طيب since a number is عشان اعرف بقى الرقم ده عباره عن ايه؟ هشتغل بالفاليو. نشتغل بالايه؟ بالفاليو. نعتبر مثلا الفاليو بتاعت الونس اكس يبقى الفاليو دي كده مين؟ دي الفاليو للونس. طيب او اللي هي اليونتس يعني. طيب يبقى الفاليو للتنس هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس ملتبلاي 10 يعني 10 اكس كده يبقى التوتال بتاعهم عباره عن 10 اكس بلس الاكس. الاكس اللي هي الفاليو لليونتس وال 10 اكس الفاليو لمين؟ للتنس. تعال نجمعهم مع بعض يدينا 11 اكس اللي هي لتر سي. نمبر 81 بيقول لي لو الاكس ماينس واي ب 3 والاكس بار 2 ماينس واي بار 2 ب 12 يبقى الاكس بلس واي بكام؟ طب ما احنا عارفين ان الاكس باور 2 ماينس الواي باور 2 دي الفاكتورايز بتاعها اكس ماينس الواي ملتبلاي الاكس بلس الواي. لو جينا نعوض الاكس ماينس الواي بكام؟ ب 3 والاكس بار 2 ماينس واي بار 2 بكام؟ ب 12 يبقى 12 بتساوي 3 ملتبلاي كام؟ 3 ملتبلاي 4 يبقى نختار لتر سي. بنروح دلوقتي يا شباب على الايسي كويشنز. معانا اول سؤال بيقول لي find the solution set in R cursor R for the equations 2y plus 3x equal 7 and x minus y equal 4 algebraically. طبعا عندي طريقتين اما السبستيتيوتنج او الاوميتنج. طيب انا بالنسبه لي بفضل الاوميتنج. الاوميتنج هنا ببص على مين؟ ببص على اللي اشارتها مختلفه اللي هي مين؟ الواي. طب تعالى اول حاجه رتب لي دي خليها لي بنفس ترتيب الاولى يبقى دي خلي لي 3x بلس 2y equal 7. لو بصيت على الايكويشن الثانيه هلاقي كوفيشنت الواي مختلف هنا نيجاتيف واي هنا بوزيتيف 2 واي. انا عايز واحده من الاثنين تكون اديتيف انفرس للثانيه. طب دي لو 2 واي يبقى انا عايز دي نيجاتيف 2 يبقى ناخد الايكويشن الثانيه دي ملتبلاي كام؟ ملتبلاي نيجاتيف 2 يبقى ناخد الايكويشن الثانيه دي ملتبلاي نيجاتيف 2 ونحطها تحت الاولى ونحلها مع بعض. طيب تعال نكتب الاولى اهي 3x بلس 2y equal 7 ونسمي دي ايكويشن ايه؟ ايكويشن 1 وناخد الثانيه دي ملتبلاي باي كام؟ ملتبلاي باي 2 ونرتبها تحت الايه؟ الاولى. يبقى الاكس ملتبلاي 2 هتبقى 2x والنيجاتيف y ملتبلاي 2 هتبقى نيجاتيف 2y هتبقى نيجاتيف 2y equal وال2 ملتبلاي 4 هتبقى ايكوال 8 هنسمي دي ايكويشن 2. طيب بعد كده نقول ايه؟ باي ادنج 1 and 2 شد خط واجمعهم دول هيطيروا مع بعض عشان اديتيف انفرس يبقى معايا هنا 3x بلس 2x يبقى 5x. ال 5x هتساوي كام؟ هتبقى 7 بلس 8 يعني ايكوال 15. منها هنطلع قيمه الاكس نعمل هنا ديفايد باي 5 وهنا ديفايد باي 5 يبقى ال 15 ديفايد باي 5 بكام؟ ب 3. طيب جبنا الفاليو للاكس ب 3 هنعمل سبستيتيوت ايه؟ في اول واحده عشان نجيب قيمه الواي يبقى هنقول ايه؟ سبستيتيوت ان 1 تمام. طيب هنشيل الاكس ونحط 3 يبقى هنا 3 ملتبلاي 3 بلس 2y equal 7 منها
يبقى 3 ملتبلاي 3 يبقى 9. 9 بلس 2y equal 7. وادي 9 بالماينس يبقى انا عندي 2y equal 7 minus 9 بنيجاتيف 2 divide by 2 divide by 2 تطلع معايا قيمة الواي بنيجاتيف كام؟ بنيجاتيف 1. يبقى معايا الفاليو للاكس ب 3 ومعايا الفاليو للواي بنيجاتيف 1. اقول له يبقى ذا solution set equal set of ordered pair x and y يعني 3 and negative 1. ويبقى كده جبنا السوليوشن set. طيب نروح بعد كده على نمبر 2. بيقول لي represent graphically the function f of x equal x bar 2 minus 1 where x belong to closed interval negative 3 and 3 then form the graph and find the solution set for the equation f of x equal 0. طيب عشان ارسم الفانكشن دي لازم اعمل الجدول بتاعي. ادي هنا x و f of x. هنكتب الايه الدومين بتاعي من النيجاتيف 3 لل 3. يبقى عندي هنا نيجاتيف 3 وبعد كده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. طيب بعد كده هنشيل كل اكس ونحط مكانها نيجاتيف. هنشيل ايه كل رقم من دول هنستبدل الاكس بكل رقم من دول. طيب يبقى انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاف اوف نيجاتيف 3. يبقى اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 3. يبقى نيجاتيف 3 والباور 2 ماينس ال1 هتطلع معانا 9 ماينس 1 بكام؟ 9 ماينس 1 ايكوال 8. يبقى هنا 8. طيب بعد كده نجيب الاف اوف نيجاتيف 2. يعني هنشيل الاكس ونحط مكانها نيجاتيف 2. يبقى نيجاتيف 2 باور 2 ماينس ال1 يعني 4 ماينس 1 ايكوال 3. يبقى هنا 3. بعد كده نجيب الاف اوف نيجاتيف 1. يعني نشيل اكس ونحط نيجاتيف 1. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس ال1 هتطلع معانا 1 ماينس 1 بايه؟ بزيرو. بعد كده نجيب الاف اوف 0. يعني نشيل اكس ونحط 0. يبقى 0 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1. نفس الكلام هنكرر مع ال1 وال2 وال3. دي هتطلع زي دي ودي زي دي ودي زي ايه؟ دي. يبقى انا معايا الاف اوف 1 هتطلع ب ب 0 وبعدين 3 وبعدين مين؟ 8. اجي احدد الاوردر دي بير عندي على الجراف نيجاتيف 3 اند 8. هتبقى هنا نيجاتيف 3 ونطلع على 8. بعد كده عندي النيجاتيف 2 اند 3 هنا. بعد كده عندي نيجاتيف 1 اند 0. بعد كده عندي 0 اند نيجاتيف 1 و 1 اند 0 و 2 اند 3 و 3 اند 8. ونيجي نوصلهم مع بعض طبعا بالايد مش بالمسطرة يا شباب. نوصل الاول نقطتين ببعض بعد كده اللي بعدهم اللي بعدهم بالايد بالشكل ده. طيب بعد ما رسمنا الجراف او اللي هو الكيرف للكوادراتيك فانكشن هو قال لي انا عايز اجيب السوليوشن سيت للاف اوف اكس ايكوال 0. طيب يبقى اقول له يبقى ذا سوليوشن سيت فور ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال 0 از. يعني انا عايز اجيب الانترسكشن مع الاكس اكسس. الانترسكشن مع الاكس اكسس حصل عند ال1 وعند النيجاتيف 1. يبقى اقول له نيجاتيف 1 اند 1. تمام. يبقى اقول له ايه؟ نيجاتيف 1 اند 1. يبقى ده السوليوشن سيت بالنسبه لي عند الاف اوف اكس ايكوال 0. طيب نروح بعد كده على نمبر 3. بيقول لي find in our course are the solution set of the following two equations x plus y equal 5 و x bar 2 plus y bar 2 equal 13. طب انا عندي واحده دي first degree والثانيه second degree. دي بتتحل بالسبستيتيوتنج بس. طيب سبستيتيوتنج ازاي؟ يعني اخد من الايكويشن الاولانيه مثلا قيمه الواي واعوض بيها في الثانيه او اجيب قيمه الاكس واعوض بيها في الثانيه. طيب يبقى انا عندي هنا الاكس بلس الواي دي ايكوال 5. هنطلع منها قيمه الايه؟ الاكس مثلا. يبقى الاكس ايكوال 5 ماينس واي. اجي كده بروزها واسميها مثلا ايكويشن 1 واكتب تحتها او اكتب جنبها اللي هي x باور 2 بلس الواي باور 2 ايكوال 13 واسمي دي ايكويشن ايه؟ 2 واقول له سبستيتيوت فروم 1 in 2. طيب هشيل كل x في 2 واحط مكانها 5 ماينس 1. يبقى therefore 5 minus 1 all power 2 plus y power 2 equal 13. هنفك البراكت ده. ال 5 باور 2 بكام؟ ب 25. بعد كده 2 by first by second يبقى نيجاتيف 10y. بعد كده السكند باور 2 يبقى بلس y باور 2 بلس y باور 2 بعدها ما ننساهاش equal 13. طيب تعال نجمع الواي باور 2 مع الواي باور 2 ونرتبها. يبقى هنا 2y باور 2 وهنا بعدها نيجاتيف 10y
وبعدين وادي دي هناك بالماينس 13 ويبقى احسب الماينس 13 مع 25. 25 ماينس 13 هيدينا بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 12 يبقى ايكوال 0. طيب تعالى انا عندي هنا ملاحظ ان في ال2 يعني في كومن فاكتور 2 في ال3 تيرمز. خد ال2 كومن فاكتور يبقى ايكوال 2 وافتح براكت، يبقى عندي هنا y باور 2 ماينس 5y بلس 6 ايكوال 0. اخلص من ال2 دي بالديفايد باي 2 both sides، يبقى عندي هنا ال y باور 2 ماينس ال 5y بلس 6 ايكوال ايه؟ 0. طبعا اكيد هتقول لي فاكتورايز عشان نجيب قيمه مين؟ ال y. يبقى هنا y باور 2 هتتوزع y و y، البرودكت ب 6 والسم ب 5. عندي هنا 3 ملتبلاي 2 ايكوال 6 و 3 بلس 2 ايكوال 5. الاخير بوزيتيف يبقوا سيم ساينز، يبقى الاثنين هياخدوا اشاره اللي في النص نيجاتيف وايه؟ نيجاتيف. طيب من هنا هنطلع قيمه ال y، يبقى اقول له يبقى 4 ال y ايكوال 3 اور ال y equal 2. وطالما طلعت قيمة ال y اقدر اجيب قيمة ال x من اول equation. حط مكان ال y 3 يبقى له x equal 5 minus 3 يعني equal 2، وهنا شيل ال y وحط مكانها 2 يبقى 5 minus 2 equal 3. يبقى في الحالة دي اقول له يبقى the solution set equal set of ordered pairs 2 and 3. طبعا ما تنساش الاكس هي اللي نبدا بيها، يبقى 2 and 3 و 3 and 2. نروح بعد كده على نمبر 4 بيقول لي find in R the solution set of the following equation using the general rule 2x bar 2 plus 1 equal 5x rounding the result to 1 decimal place. طيب اول حاجه لازم تخليها zero equation، يعني هجيب ال 5x هنا بالنيجاتيف، يبقى انا عندي هنا ال 2x باور 2 minus ال 5x ونرتبها بالمره طبعا plus 1 equal 0. طيب هنطلع قيمه ال A وال B وال C. ال A اللي هو coefficient ال x بار 2 يبقى equal 2، ال B coefficient ال x نيجاتيف 5، محدش يقول لي 5 انا بكتب الاشاره كمان، و coefficient او الابسوليوت تيرم هيبقى بوزيتيف 1. طيب بعد كده نكتب الجنرال فورمولا اللي هي x equal نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف big root b سكوير minus 4ac over 2a يبقى equal، ونعوض عن ال a وال b وال c عندي. يبقى هقول له نيجاتيف b يعني نعكس اشاره ال b فهتبقى 5 بوزيتيف نيجاتيف بيج روت البي سكوير، البي اللي هي نيجاتيف 5، نيجاتيف 5 باور 2 ب 25 ماينس 4 تايمز الاي تايمز السي يعني تايمز ال 2 تايمز ال 1، ده كده اوفر مين؟ اوفر 2 تايمز مين؟ الاي اللي هي ال 1. يعني هيبقى عندي هنا الاكس ايكوال 5 بوزيتيف اور نيجاتيف، وممكن بالكالكوليتر نحسب الايه الروت ده بس بكام. يبقى هنقول هنا روت 25 ماينس 4 ملتبلاي 2، طبعا ملتبلاي 1 ملهاش لازمه، هتطلع معايا روت 17. تمام، يبقى هنا بوزيتيف اور نيجاتيف روت 17 اوفر ال 2 ملتبلاي 1 اللي هي 2. طيب في الحاله دي انا عايز اجيب التو سوليوشنز الاكس 1 والاكس 2، اجي اقول له يبقى 4 الاكس 1 ايكوال تمام والاكس 2 ايكوال، مره ناخد الاكس 1 بالبوزيتيف والاكس 2 ناخدها بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى هنا 5 بلس روت 17 اوفر ال 2، وهنا 5 ماينس روت 17 اوفر ال 2، ونيجي نحسب دي بالكالكوليتر ونقربها وقال لك تو ذا نيرست 1 ديسيمال بليس. تمام. طيب يبقى نيجي نقول له هنا على الكالكوليتر ادي فراكشن وبعدين 5 بلس روت 17 اوفر 2 هيطلع معانا 4.56. طبعا 6 هتدي ل 5 يبقى 4.6 دي approximately equal to 4.6. طيب هنا الاكس 2 equal، هنغير بس الايه الاشاره بدل ما هي بلس نخليها ماينس، هتطلع معانا 0.43. ال 3 مش هتدي حاجه لل 4 يبقى approximately equal to 0.4. يبقى نقول له يبقى therefore the solution set equal 4.6 and 0.4. Number 5 بيقول لي two real numbers their sum is 10 and the difference between their squares is 40. Find the two numbers. طيب انا ما عنديش اصلا التو نمبرز، يبقى اول حاجه لازم نفترض مين هما. يبقى نيجي نقول له let the two numbers are x and y. انت بتقول لي ان الصم بتاعهم ب 10 يبقى therefore x plus y equal 10. تمام.
طيب وبتقول لي ان السكوير الديفرنس ما بين التو سكويرز بتاعهم، الديفرنس ما بين السكوير هيكون بايه؟ ب 40. يعني الاكس باور 2 ماينس الواي باور 2 دي هتكون ايكوال كام؟ هتكون ايكوال 40. طيب من هنا طبعا دي خلاص احنا لسه حالين واحده شبهها، دي واحده فيرست ديجري والثانيه سكند ديجري، فدي بتحل سبستيتيوتنج، يبقى لازم اجيب قيمه الاكس واعوض بيها هنا. طيب ودي لي هناك الواي بالنيجاتيف، يبقى الاكس ايكوال 10 ماينس الواي، ونيجي نبروزها كده ونسمي دي 1، والثانيه دي هنبروزها كده ونسميها ايه؟ هنسميها 2، ونقول له substitute from 1 in 2. هنشيل كل اكس ونحط مكانها 10 ماينس واي، يبقى therefore 10 ماينس الواي والباور اوف 2 ماينس الواي باور 2 ايكوال 40. فك الايه؟ البراكت، يبقى عندي هنا ال 10 باور 2 ب 100 وفيرست باي سكند باي ثيرد هيدينا نيجاتيف 20 واي بلس السكند باور 2 يبقى واي باور 2 ماينس الواي باور 2 ده ايكوال 40. طبعا النيجاتيف واي باور 2 هتروح مع ال 4 واي تروح مع الواي باور 2، وهيتبقى لي هنا 100 ماينس 20 واي، يبقى 100 ماينس 20 واي ده ايكوال 40. طيب تعالى نودي هناك ال 2 واي ال 20 واي بالبوزيتيف ونجيب دي بالنيجاتيف، يبقى هنا 20 واي ايكوال 100 ماينس 40. طيب يعني 20 واي ايكوال 100 ماينس 40 هيدينا كام؟ هيدينا 60. طبعا هنخلص من ال 20 ديفايد باي 20 ديفايد باي 20، يبقى تطلع معانا قيمة الواي ب 60 ديفايد باي 20 يعني ايكوال 3. طيب جبنا قيمة الواي ب 3 نعوض بيها فين؟ في أول ايكويجن، نعوض بيها في أول ايكويجن. يبقى انا هنا هنشيل الاكس ونحط مكانها، هنشيل الواي ونحط مكانها 3، يبقى therefore الاكس ايكوال 10 ماينس 3 يعني الاكس ايكوال 10 ماينس 3 يعني ايكوال 7، يبقى الاكس معايا ب 7 والواي بايه؟ والواي ب 3. يبقى انا اقول له يبقى the two numbers are، احنا افترضنا ان two numbers x and y، يبقى هيبقى two numbers are 3 and مين؟ and 7. نتأكد، انا عندي هنا their sum ب 10، فعلا 3 بلس 7 ب 10. طيب their square the difference between their squares equal 40، لو جبت ال 7 باور 2 ب 49 وال 3 باور 2 ب 9 الديفرنس ما بينهم هيدينا 40، يبقى الكلام ده ايه؟ صح. نروح بعد كده لنمبر 6، بيقول لي find n of x in its simplest form indicating domain where n of x equal x power 2 plus 2x plus 4 over x power 3 minus 8 plus x minus 5 over x power 2 minus 7x plus 10. طيب اول حاجه بنعملها فاكتورايز، اول حاجه بنعملها الفاكتورايز. يبقى نقول له اول حاجه ال n of x دي ايكوال، ونعمل فاكتورايز للنوميريتور. هنا طبعا ملوش فاكتورايز، ده مش بيرفكت سكوير، تمام؟ دوت هيبقى القوس الكبير اللي بينتج من الفاكتورايز بتاع الديفرنس بين تو كيوبز، ده بنسيبه زي ما هو يا شباب. يبقى ده اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس ال 4 دي هنسيبها زي ما هي. وعامة اول ما بنشوف ديفرنس بين تو كيوبز او سم اوف تو كيوبز بعرف ان ايه؟ ان القوس الكبير بلاقي واحد شبهه، فهو بيكون دايما اللي فوقيه هنا. طيب يبقى انا عندي في فاكتورايز للديفرنس بين تو كيوبز، قوس صغير وقوس كبير. كيوب روت الاكس باور 3 هيبقى اكس، كيوب روت ال 8 هتبقى 2 والميدل ساين. طيب نودي دي هناك بالاكس باور 2، نودي دي هناك بالبوزيتيف 4، نعكس الساين و2 باي اكس ب 2 اكس الاقي ان ده هو ده. طيب ده هيبقى بلس مين؟ الاكس ماينس ال 5، وتحت هنا في فاكتورايز، في فاكتورايز هنا اكس باور 2 هتبقى اكس واكس، وهنا البرودكت ب 10 والسم ب 7 هيبقى عندي هنا كام؟ 5 ملتبلاي 2 ايكوال 10 و5 بلس 2 ايكوال 7، الاخير بوزيتيف ويبقى سيم نيجاتيف ونيجاتيف. طيب اول خطوه تعملها بعد الفاكتورايز انك تحدد الدومين، يبقى تقول لي هنا يبقى ذا دومين اوف n اوف x او ذا دومين اوف n is، الدومين هيبقى عباره عن r difference الزيروهات اللي تحت، r difference الزيروهات اللي تحت. طيب ايه هي الزيروز للدينومينيتورز؟ اللي هي عندي لما تكون الاكس ب 2 وهنا دي متكرره، وهنا لما تكون الاكس بكام؟ ب 5، يبقى r difference 2 and 5. طيب بعد كده اشوف في سمبليفاي ولا لا واكمل بقى. ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، يبقى اجي اقول له ال n of x equal
دي طارت يتبقى لي فوق 1 اوفر الاكس ماينس 2 بلس، ودي طارت هيتبقى لي 1 اوفر الاكس ماينس 2. طيب انا عندي هنا سيم denominators، يبقى ثبت واحد فيهم واعمل اد للنيوميريتورز 1 بلس 1 2، يبقى السمبلست فورم للفانكشن هتبقى 2 over x minus. number 7 بيقول لي if n of x in find n of x in its simplest form indicating the domain where n of x equal ودي multiply. طيب في حالة المالتبلاي نفس الخطوات بنبتديها، الفاكتورايز، بعد كده نحدد الدومين، بعد كده السمبليفاين. طيب يبقى أول حاجة هنقول إن n of x equal ونشوف الفاكتورايز للفيرست فراكشن. طبعا هنا في كومن فاكتور عندنا هنا ال 3 ما بين ال 3 وال 6 3 وما بين الاكس والاكس بار 2 في اكس كومن فاكتور. هناخد ايه ال 3 اكس كومن فاكتور، نفتح براكت، خدنا من هنا 3 اكس هيتبقى اكس ماينس، وخدنا من هنا 3 اكس هيتبقى 2 over the difference between two squares يبقى 2 brackets x و x الروت ال 4 هنا 2 وهنا 2، واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف، multiply هنا ده simple trinomial هيبقى هنا x وهنا x البرودكت ب 2 والسم ب 3 يبقى 2 multiply 1 الأخير بوزيتيف ويبقى same بلس وبلس، تحت في common factor x نفتح براكت هيتبقى معايا x بلس 1. بعد ما خلصنا الفاكتورايز احدد الدومين، يبقى الدومين equal r difference كل الزيروات اللي تحت. طب الزيروات اللي تحت عندي هنا نعكس ال 2 هتبقى نيجاتيف 2، وهنا نعكس النيجاتيف 2 هتبقى 2، وهنا الاكس الوحيدة بتدينا 0، وهنا نعكس ال 1 هيدينا نيجاتيف 1. يبقى الدومين r difference نيجاتيف 2 2 0 and نيجاتيف 1. بعد كده نشوف السمبليفاي، الاكس ماينس 2 هتروح مع الاكس ماينس 2، وهنا الاكس بلس 1 هتروح مع الاكس بلس 1. في حالة المالتبلاي ممكن اكمل سمبليفاي برضو، ممكن اكس بلس 2 دي هتروح مع الاكس بلس 2 دي، والاكس هتروح مع الاكس، يعني هيبقى ال n of x مش هيتبقى لها الا مين الا 3، يبقى ال n of x equal 3. طيب نروح بعد كده لنمبر 8 بيقول لي find n of x in its simplest form indicating the domain. طيب في حالة الديفايد طبعا نفس الخطوات بنبتدي بيها برضو الفاكتورايز، بس لما نيجي نخطط الدومين بنجيب ار ديفرنس الزيروهات للمثلث ده، يبقى ار ديفرنس الدينومينيتور الاولاني والنوميريتور التاني والدينومينيتور التاني. طيب تعال نبدأ بالفاكتورايز. ال n of x equal طبعا ده simple trinomial يبقى 2 brackets x و x البرودكت 15 والديفرنس 2 يبقى هنا 5 multiply 3 equal 15. الماينس الاخير نيجاتيف يبقى الكبير هياخد الميدل، يبقى ال5 تاخد النيجاتيف اللي في النص وال3 تبقى بالعكس اوفر ده x بار 2 minus 9 يبقى هنا ده difference between two squares، هنا x وهنا x روت ال 9 3 و 3 واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف، هيبقى ده divide هناخد من هنا 2 common factor هيتبقى لي x minus ال 5 وتحت 2 brackets x و x البرودكت ب 9 والسم ب 6 هيبقى 3 multiply 3 ب 9 و 3 بلس 3 equal 6 الأخير بوزيتيف يبقى same نيجاتيف ونيجاتيف. طيب بعد كده نحدد الدومين، أقول له يبقى الدومين equal r difference الزيروهات اللي هنا واللي هنا واللي هنا. طب هنا هنطلع الزيروهات نيجاتيف 3 و 3 وفوق هنا عندي 5. طيب وتحت 3 كتبناها ما اكتبهاش تاني يبقى r difference نيجاتيف 3 3 and ايه and 5. أقول له بقى يبقى ال n of x equal. طيب هنا ممكن اطير x بلس 3 مع x بلس 3 هيتبقى لي x minus 5 over x minus 3 والديفايد احولها multiply واقلب اللي بعدها x minus 3 multiply x minus 3 over 2 multiply x minus 5 ال x minus 5 هتروح مع ال x minus 5 وال x minus 3 هتروح مع ال x minus 3 هيتبقى لي x minus 3 over 2. طيب نروح بعد كده على نمبر 9 بيقول لي if n of x equal x plus 2 over x bar 2 minus x minus 6 find the multiplicative inverse of x in simplest form. طيب وعايز اجيب الدومين، وبعد كده لما تكون ال n inverse of x ب 2 عايز اجيب ال x. اوكي اول حاجه الفاكتورايز يبقى اقول له ال n of x equal فوق ما فيش فاكتورايز وتحت عندي 2 brackets x و x 6 multiply كام multiply كام ب 6 والديفرنس ب 1 3 multiply 2
تمام. عندي هنا الاخير نيجاتيف، يبقى الكبير ياخد الميدل والتاني عكسه. طيب بعد ما عملنا فاكتورايز احدد الدومين. الدومين لمين؟ اللي خلي بالنا الدومين للان انفرس هيكون عبارة عن ار ديفرنس الزيروهات اللي فوق واللي تحت. يعني ار ديفرنس الزيروهات اللي فوق نيجاتيف 2 والزيروهات اللي تحت هتبقى نيجاتيف 2 و 3. يبقى هنا هنكتب 3 كمان، يبقى ار ديفرنس نيجاتيف 2 اند 3. طيب بعد ما حددنا الدومين نشوف في سمبليفاي، دي هتروح مع دي، يعني ال n of x هتبقى 1 over x minus 3، ومنها اقول يبقى ال n inverse of x هتبقى نقلبها بقى تبقى x minus 3 over 1 يعني x minus 3. طب انت بتقول لي ان ال n inverse of x ب 2، ال n inverse of x بايه؟ ب 2. عايز اجيب قيمة ال x، خلاص يبقى نشيل دي ونحط 2، يعني يبقى ال x minus 3 equal 2، ومنها نودي دي ببلس 3 فتطلع ال x بكام؟ ب 5. نمبر تاني بيقول لي بروف ان ال n1 equal ال n2. عشان ال n1 يبقى equal ال n2 لازم الدومين يكون equal الدومين والسمبلست فورم equal السمبلست فورم. فاحنا اول حاجه هناخد ال n1 of x ونعمل لها فاكتورايز لو في فاكتورايز عشان نحدد الدومين. طيب في تحت فاكتورايز ال 3 كومن فاكتور هيتبقى لي x بلس 3. تمام. طيب من هنا هنقول له يبقى الدومين equal r difference الزيروات اللي تحت، يعني الزيروات اللي تحت اللي هي نيجاتيف 3 يبقى r difference النيجاتيف 3، ومنها هنقول له يبقى ال n inverse of x ال 3 هتروح مع ال 3 هيتبقى لي x over x بلس 3، ونسمي دي step 1. بعد كده هنقول ال n2 of x equal، عندي فوق فاكتورايز ال 3 ال x common factor هيتبقى لي x بلس 3، هيتبقى لي x بلس 3، وتحت عندي x باور 2 بلس 6x بلس 9. هناخد هنا ده 2 براكتس هيبقى x و x، البرودكت 9 والصم ب 6 يبقى 3 و 3، والاخير بوزيتيف يبقوا سيم زي الميدل ساين بوزيتيف وبوزيتيف. طيب من هنا نحدد الدومين هيبقى r difference الزيروهات اللي فوق والزيرو r difference الزيروهات اللي تحت. الزيروهات اللي تحت اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف 3. طيب بعد كده نشوف السمبليفاي، دي هتروح مع دي يبقى ال n2 of x equal x فوق اتبقت لي وتحت x بلس 3. طيب هنلاحظ ان 1 و 2 الدومين نفس الدومين والسمبلست فورم نفس السمبلست فورم، يبقى نقول له from 1 and 2 يبقى therefore ال n1 equal n2. بعد كده نمبر 11 بيقول لي find the common domain to the functions n1 and n2 if n1 of x equal 5x over x power 2 minus 4 وال n2 of x equal x power 2 plus 2x over x power 2 plus 3x minus 4. طيب عايز اجيب الكومن دومين، يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ برضو هنشوف فيه فاكتورايز ولا لا. بعد كده نجيب الدومين للأولانية ونجيب الدومين للتانية، بعد كده نجيب الكومن دومين. طيب يبقى أول حاجة أقول له ال n1 of x equal، فوق مفيش فاكتورايز، تحت عندي difference between two squares هيبقى x minus 2 multiply x plus 2. تمام. طيب يبقى أقول له هنا الدومين ل n1 هيبقى r difference الزيروات اللي تحت، يعني r difference 2 و negative 2. بعد كده أجيب ال n2 of x نسمي دي 1. ال n2 of x equal في فاكتورايز فوق في x common factor هتبقى لي x plus 2، وتحت في فاكتورايز أيوه x و x الأخير كام multiply كام ب 4 والديفرنس ب 3، هيبقى 4 multiply 1 4 multiply ايه 1 equal 4 و 4 minus 1 equal 3. طب الأخير نيجاتيف يبقى ال 4 تاخد الميدل ساين وال 1 تبقى عكسها. طيب نحدد بقى الدومين لمين؟ ل n2 هيبقى r difference الزيروات اللي تحت، يعني r difference 1 and negative كام؟ and negative 4. هنسمي دي ايه؟ هنسمي دي 2. يبقى انا عندي انت بتسأل عن الكومن دومين، يبقى اقول له يبقى ذا كومن دومين equal r
difference مين الزيروهات بتاعت الاتنين، يبقى R difference 1 و 2 و negative 2 و negative ايه و negative 4. طيب نروح بعد كده على number 12. بيقول لي if the domain of the function n where n of x equal x minus 1 over x power 2 minus ax plus 9 is r difference 3 find the value of a. طيب طالما الدومين هو r difference 3 يبقى عندي ال 3 هتكون قيمة الدينومينيتور دي بزيرو، يبقى عندي ال 3 هتكون قيمة الدينومينيتور بكام؟ بزيرو. يبقى نقول له at x equal 3 سوري at x equal 3 يبقى أنا عندي 3 باور 2 minus 3a plus 9 ده equal 0. يعني من هنا هنقول له يبقى 9 minus 3a plus 9 equal 0. يعني يبقى 18 minus 3a equal 0. ودي دي بالنيجاتيف يبقى 3a equal 18 divide 3 تطلع ال a بكام؟ ال a ب 6. Number 13 بيقول لي find the value of a and b noting that ordered pair 1 and 2 is a common solution to the two equations ax plus by plus 5 equals 0 and a and 2ax plus by minus 1 equals 0. طيب طالما ده common solution يعني دي ممكن اشيل الاكس واحط مكانها 1 والواي احط مكانها 2. يبقى نقول له هنا since ان ال 1 and 2 is a common solution يبقى therefore نشيل الاكس ونحط مكانها 1 يبقى 1 multiply a يبقى a plus b multiply 2 يبقى 2b plus ال 5 equal 0. ممكن اخليها equal negative 5 نودي دي هناك. طيب وهنا هنشيل ال a الاكس ونحط 1 يبقى 2 multiply 1 multiply a يعني 2a plus by هنشيل ال b هنشيل ال y ونحط مكانها 2 يبقى plus 2b equal ودي دي هناك بالبوزيتيف 1 يبقى equal 1. هنحلهم مع بعض ممكن بالاوميتنج بس نعكس اشارة واحدة فيهم عشان يبقى مثلا دي تبقى 2b والتانية نيجاتيف b. ممكن نعكس الأولى يبقى ناخد الإيكويشن الأولى دي multiply by negative 1 فيبقى عندي negative a minus 2b equal 5 دي كده أول إيكويشن وتحت منها 2a plus 2b equal 1 دي هتبقى second equation. نعمل لهم add دول هيروحوا مع بعض يبقى negative a plus a plus 2a هيدينا a equal 5 plus 1 ب 6 كده معانا قيمة ال a ب 6. هنعمل substitute في مثلا في number 1 أو 2 في 1 يبقى negative a يبقى negative 6 minus 2b equal 5 بدل يبقى أنا عندي هنا 2b equal negative 6 minus 5 يبقى أنا عندي 2b equal negative 11 ومين هيبقى ال b بنيجاتيف 11 over 2. نروح بعد كده على number 14 بيقول لي في A and B two events from the sample space of a random experiment و probability ال A ب 0.3 probability B ب 0.5 و probability ال A intersection ال B equal 0.1 find probability of A difference ال B. طيب عشان اجيب probability ال A difference ال B نكتب القانون بتاعها probability ال A difference ال B ده عبارة عن probability ال A minus probability ال A intersection ال B. تمام. طيب probability ال A معايا قيمتها ب 0.3 minus probability ال A intersection B ب 0.1 يبقى ده هيدينا 0.3 minus 0.1 equal 0.2. طيب لو طلب مني هات لي probability ال P difference ال A مثلا افرض انا عايز probability ال P difference ال A يبقى ده probability ال P minus probability ال A intersection B يعني كان هيكون
0.5 minus 0.1 هيدينا 0.4. Number 15 بيقول if A and B are mutually exclusive events in the sample space of a random experiment و probability B 0.3 probability B 0.4 عايز probability union والdifference A minus B و خلاص اليونيون خلاص قلنا. ممكن نجيب بقى الانترسكشن، يبقى دي intersection. طيب أول حاجة أنا عايز أبص على إن ال A وال B mutually exclusive events. ده معناها ان ال A intersection P equal phi، وبالتالي هيكون ال probability لل A intersection B هيكون بزيرو. طيب انا عايز probability ال A intersection B، طالما ال intersection بفاي يبقى ال probability بزيرو، خلاص جبنا دي. طيب انا عايز probability ال A union ال B، طيب دي القانون بتاعها probability ال A plus probability ال B ماينس الانترسكشن، يعني ماينس الزيرو ملهاش لازمه، يبقى ايكوال probability ال A اللي هو 0.3 بلس probability ال B 0.4 يبقى ايكوال 0.7. طيب انا عايز probability ال A difference ال B، ده عباره عن probability ال A ماينس probability الانترسكشن، يعني هيبقى probability ال A بكام؟ ب 0.3 والانترسكشن بزيرو، يبقى ماينس زيرو ملهاش لازمه، يبقى ايكوال 0.3 على طول. Number 16 بيقول لي if A and B two events in the sample space of a random experiment probability A ب 0.7 probability B ب 0.3 probability A intersection B ب 0.2 عايز probability union و probability A difference B. طيب probability A union B ده عبارة عن probability A plus probability P minus probability A intersection P، يعني equal probability A معايا ب 0.7 plus probability B ب 0.3 minus intersection اللي هو 0.2، هيبقى كده 0. هيبقى 1 minus 0.2 هيدينا 0.8، يبقى ده الأول إيه؟ أول نقطة. طيب عايز بعد كده probability ال A difference B، ده عبارة عن probability ال A minus probability ال A intersection P. طيب probability ال A معانا ب 0.7 minus probability ال A intersection B 0.2 يبقى equal 0.5. طيب number 17 بيقول لي a bag contains 20 identical cards number from 1 to 20. One card is drawn randomly. Find the probability that the number on the drawn card is divisible by 5. طيب مين ال divisible by 5 من أول 1 ل 20؟ عندي 5 10 15 20. طيب دول كام رقم؟ ادي 1 2 3 4، يبقى البروبابيلتي بتاعي 4 اوفر عددهم كله اللي هو 20، يعني هيدينا 1 اوفر 5. طيب عايز اجيب البروبابيلتي ان يكون الرقم اود وديفيزبل باي 5. طيب اود وديفيزبل باي 5، طيب مين اود وديفيزبل باي 5؟ عندي 5 و15 بس، عندي 5 و15 هما اللي اود وديفيزبل باي 5، يبقى في الحاله دي هيبقى 2 اوفر 20 يعني 1 اوفر 10. طيب نمبر 18 بيقول لي A and B are two events of the sample space of a random experiment. probability A ب 3 over 8 وال B 1 over 2 وال union 5 over 8. Find the probability of occurrence the two events together. طيب لما يجي probability يطلب مني probability لل two events together، يبقى هو بيطلب مني ال probability لل A intersection ال B. طالما قال لي together يبقى ده intersection. طيب يبقى في الحالة دي أقول له القانون بتاع الانترسكشن probability ال A intersection ال B ده عبارة عن probability ال A plus probability ال P minus ال union minus probability ال union، فده هيدينا 3 over 8 plus 1 over 2 minus 5 over 8، ونيجي نحسبها بالكالكوليتر. 3 over 8 plus 1 over 2 plus minus 5 over 8 تطلع معانا 1 over 4 يبقى equal 1 over 4. Number 19 بيقول لي if A and B if A and B are two events of the sample space of a random experiment probability B ب 1 over 12 probability union ب 1 over 3 عايز probability ال A. طيب أولا
انا عايز اجيب probability ال A في حالة لو ال A وال B are mutually exclusive events. يعني لو كان ال A intersection ال B ده هيكون بايه؟ ب5. طيب يبقى في الحالة دي probability ال A عبارة عن ايه؟ عبارة عن probability اليونيون، تمام، minus probability البي. ليه؟ لأن اليونيون عبارة عن الاي بلس البي، فلما اجي اجيب الاي اودي البي بالماينس يبقى probability اليونيون minus probability البي، فده هيكون بيساوي معايا 1 over 3 minus 1 over 12. 1 over 3 minus 1 over 12 ونيجي نحسبها دي 1 over 3 minus 1 over 12 هتطلع معانا 1 over 4. يبقى دي أول إيه؟ أول نقطة. طيب في حالة بقى لو ال P subset of A، لو ال P subset of A يبقى لو ال P subset of A يبقى probability ال A intersection ال B هيكون عبارة عن probability ال B. تمام؟ هيكون عبارة عن إيه؟ probability ال B. طيب قانون ال A هنا في الحالة دي هتكون عبارة عن إيه؟ يبقى أنا عندي probability ال A المفروض إن هو هيكون عبارة عن probability ال A union ال B minus probability ال B plus probability الانترسكشن. طب جت منين؟ مش احنا عارفين قانون اليونيون؟ قانون اليونيون اللي هو probability ال A union ال B ده equal probability ال A plus probability ال B minus probability الانترسكشن. طيب انا عايز ال A، خد دي وديها هناك بالماينس وخد دي وديها لي بالبلس. تمام؟ يبقى probability اليونيون minus probability ال B plus probability الانترسكشن. طيب عوض اليونيون بكام؟ ب 1 over 3 minus البي 1 over 12 plus probability الانترسكشن قلنا هو نفسه البي، يعني هيبقى بلس 1 over مين؟ 1 over ايه؟ ال 12. هيبقى 1 over ال 12 دي هتروح مع دي يبقى هيكون الناتج معايا 1 over 3. طيب ممكن اجيبها بطريقة تانية، ممكن اجيبها بطريقة تانية برضو اللي هو ايه؟ في حالة لو البي subset من الاي، في حالة لو البي subset من الاي فهيكون probability الاي هو probability اليونيون. القانون ده احنا قلناه في المالتي تشويز. probability الاي اللي هو الكبير بيكون عبارة عن probability اليونيون، وprobability البي بيكون عبارة عن probability الانترسكشن. فممكن مباشرة اقول له طالما البي subset من الاي يبقى في الحالة دي probability الاي هو probability اليونيون، يعني هيكون على طول بكام؟ ب 1 over 3. طيب آخر سؤال معانا بيقول لي if A and B are two events of the sample space of a random experiment وادي probability ال A و probability ال B وادي probability intersection. طيب بيقول لي find the probability of non-occurrence the event A. طيب non-occurrence the event A اللي هو ال A complement. طب وعشان اجيب ال A complement لازم يجيب اول حاجة probability ال A. طب ما معايا probability ال A خلاص يبقى اقول له يبقى 1 minus probability ال A، يعني 1 minus 0.7 اللي هو 0.3. طيب تاني واحدة the probability of occurrence of the event A and non-occurrence of the event B. طيب يبقى أنا عايز ال A تحدث وال B ما تحصلش، يبقى ده ال A difference ال B، يبقى ده probability لل A difference ال B. طيب يبقى دي number 2 probability ال A difference ال B. طيب probability ال A difference ال B ده عبارة عن probability ال A minus probability الانترسكشن، يعني هيكون equal 0.7 minus 0.4 هتطلع 0.3. طيب number 3 بيقول لي probability of occurrence one of the two events at least. طالما قال لي one of the two events at least يبقى ده probability اليونيون، يبقى ده probability اليونيون. طب probability اليونيون عبارة عن probability ال A plus probability B minus probability ال A intersection B، يعني هيكون equal ال A بكام؟ 0.7 بلس ال B 0.6 minus 0.4، يعني هيكون equal 0.9. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية المراجعة.
للالجبرا. يا رب نكون استفدنا من الفيديو، وما تنساش من خالص دعاءكم، ولو عجبك الفيديو اعمل شير لكل اصحابك علشان الكل يستفيد. واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو التاني مع مراجعة الجيومتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.